الأسعار تتحرك ما بين صعود وهبوط، فتتغير ألوان المؤشرات. كل هذا تابعوه في نبض السوق يوميا على راديو مباشر. مستمعينا، أسعد الله مساءكم بكل الخير. هذه حلقة جديدة من نبض السوق للسوق المصرية. معكم محمود ربيعي، ونتابع في هذه الحلقة تقرير ختام التعاملات بالنسبة للسوق المصرية، ومن بعده الفقرة الحوارية وتحليل الخبراء لأداء السوق في جلسة اليوم. بداية، حيث اختتم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء متراجعا ب2.4% ليخسر 111.34 نقطة ليصل إلى مستوى 5337.65 نقطة. أما على صعيد الأحجام والقيم فقد وصلت الأحجام إلى 125.184 مليون سهم، أما القيم فوصلت إلى 357.747 مليون جنيه. مستمعين، فاصل قصير ومن بعده الفقرة الحوارية وتحليل الخبراء لأداء السوق في جلسة اليوم. كثير من الإذاعات وكثير من المذيعين، كثير من البرامج، ولكن راديو مباشر، راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. مستمعين، ما زلنا مستمرين معكم في نبض السوق للسوق المصرية، ومعنا الآن على الهاتف الأستاذ محمد جاب الله خبير أسواق المال. بداية أستاذ محمد، أهلا بك معنا في راديو مباشر. أهلا بحضرتك. يعني لو تحدثنا في البداية عن البورصة المصرية اليوم، وتحدثنا عن المؤشر الرئيسي لعله اليوم تراجع ب2.4% عند مستوى 5337 نقطة، فبداية ما تحليلك لأداء المؤشر اليوم في ظل ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول والقيم بعض الشيء خلال هذه الجلسة؟ هو طبعا النهارده احنا متأثرين جدا بالأخبار السلبية عن الحرب، احتمالية نشوب حرب في الشقيقة سوريا. ده من ناحية ثانية في التخوف من الأحداث اللي ممكن تحصل يوم الجمعة اللي جاية، خاصة بعد ورود بعض الأنباء عن تسريبات إن في مخططات لحرق مصر من الجماعة الإرهابية. ابتدت النهارده، يمكن أول خبر النهارده نفاجأ فيه الصبح حوالي الساعة 9 حريق كبير في شارع جامعة الدول العربية. تزامن ده مع الأنباء بتاعت سوريا، فكان من الطبيعي إن يحصل حالة من الهلع أو من البانيك. مع للأسف عندنا ملحوظة برضه سيئة جدا في مصر، إن في بعض الشخصيات بتنقل الشائعات حتى ولو على سبيل الاستظفار في الجروبات الكبيرة المنتشرة في الأوساط الخاصة بالبورصة. فده كل ده بيؤدي إلى انتشار سريع للشائعات مش أكثر من كده. فكان نتيجة طبيعية إن احنا ننزل الهبوط العنيف، وإن كان الأحجام التداول برضه ما زالت أقل من متوسطها. احنا المتوسط العام بتاعنا حوالي 400 مليون تقريبا. احنا النهارده اقتربنا منه شوية بفعل الفزع، ولكن لم نتخطى المتوسط للتداول. نعم، يعني لو تحدثنا بالشكل الفني بعيدا عن السياسة، هل ترى أن هناك عمليات قد تكون جني أرباح بعد عدة جلسات كانت في بداية الأسبوع ونهاية الأسبوع الماضي مرتفعة، فأدى هذا الأمر أيضا إلى هذا التراجع؟ احنا لو هنتكلم على الناحية الفنية، احنا كان عندنا مقاومة مهمة جدا عند مستوى 5475، وهي مقاومة مزدوجة ما بين قمة سابقة للسوق ما قدرناش نخترقها قبل كده، وعثرنا ان احنا نخترق المقاومة. بس الحقيقة ضعف السيولة هو اللي ادى الى ان احنا نختبر مستوى المقاومة ده في يومين متتاليين في الجلستين اللي قبل النهارده. فشلنا في اختراقهم، فكان من الطبيعي ان السوق ينزل تاني يختبر مستويات الدعم دي عشان يجتذب قوة شرائية تمكنه من اختراق المقاومة. فاحنا النهارده كسرنا مستوى الدعم اللي عند مستوى 5350. اعتقد ان احنا كده مؤهلين ان احنا نختبر
مستوى ال 5335 ال 5300. في الحدود دي اعتقد ان احنا ممكن نستفيد من عند المستويات دي، وخاصة ان مستويات الدعم عند مستوى ال 5335 تعتبر من المستويات الدعمية القوية لاشتراك 3 دعوم يعتبر احنا بنسميها كلاستر دعوم عند المنطقة دي. هو خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل والمتوسط المرجح 200 يوم، بالإضافة إلى أنه كان قاع سابق في الفترة في الموجة الأخيرة من الصعود. فأعتقد أن احنا ممكن نختبر المستوى ده بكرة، يمكن ننزل عنه شوية، بس هيكون كسر بإذن الرحمن، كسر كاذب. الكسر الكاذب ده في كثير من الأحيان احنا بنعتبره انه بيدي قوة دفع للسوق، ان هو بينزل تحت مستوى الدعم وبيرتد يغلق اخر الجلسة فوقيه. احنا واحد من الناس اللي ماشيين بالمدرسة الكلاسيكية في التحليل، اللي هي بتقول ان العبرة دايما بنهايات الجلسات. نعم، لو تحدثنا اعتقد ان احنا بكرة ان شاء الله ممكن نرتد الاعلى في اخر الجلسة شوية. نعم، لو تحدثنا على الأسهم خلال جلسة اليوم، يعني ما تعليقك بشكل عام على الأسهم القيادية خلال هذه الجلسة؟ والله الأسهم القيادية يعني إذا اتكلمنا على التجاري الدولي وعلى أوراسكوم سيليكون كان طبيعي إن هم يوصلوا يعني هم وصلوا فعلا لنقاط المقاومة العنيفة بتاعتهم. بالنسبة لأوراسكوم سيليكون عند مستوى ال 4.45، فكان إن هي المفترض إن هي برضه ترتد للأسفل قليلا حتى تحصل على قليل من الدعم. عندها مستوى دعم هام جدا عند 4.27 وارتدت من عنده مرتين النهارده في نهاية الجلسة. نفس القصة برضه بالنسبة للتجاري الدولي، عنده منطقة دعم قوية جدا عند مستوى ال 35 ونص 35.60. المنطقة دي تعتبر مستوى دعم هام جدا دي. عشان كده أنا بتوقع يعني بناء على السهمين دول بيحتلوا نسبة كبيرة من المؤشر، فبناء على تحركات السهمين دول اعتقد ان هو السوق انا بنيت وجهة نظري ان السوق قد يرتد غدا مدفوعا بان هم وصلوا لمستويات جاذبة للشراء ان شاء الله. يعني هل ترى ان جلسة الأربعاء قد تكون إيجابية بالنسبة للبورصة بعد هذا الأداء السلبي الذي رأيناه اليوم؟ والله يعني هقول حاجة بالبلدي كده، بيقول لك دايما ضربة مرزبة ولا 100 ضربة بالشاكوش. احنا النهارده خدنا ضربة المرزبة. اعتقد ان طالما الهبوط كان عنيف بالمنظر ده يبقى اعتقد ان هو السوق اقرب للارتداد منه لاستكمال الهبوط، وخاصة من ناحية تانية لو تم نفي الاخبار عن الحرب في سوريا، اعتقد ان ده هيدي دفعة قوية جدا. لان انا واحد من الناس مش معتنق فكرة ان هي هتكون حرب في سوريا، ولان السوق دايما بيسبق الاحداث. لو كانت هتكون حرب في سوريا كنا شفنا هبوط اعنف وحجم تداول اكبر من كده بمراحل، ولينا اسوة في ايام الاعلان الدستوري السوق نزل اكتر من كده بمراحل، وده مجرد اعلان دستوري، فما بالك بحالة حرب. نعم. اعتقد ان السوق بيسبق الاحداث، هي مجرد بس تخوف وفزع من بعض المستثمرين مش اكتر من كده. وان شاء الله الدنيا ترتد بكره. نعم. يعني لو تحدثنا عن الأداء الإيجابي من وجهة نظرك أستاذ محمد، ما هي مستهدفات المؤشر خلال جلسة الأربعاء كما ترى في توقعاتك؟ لو هنتكلم على جلسة الأربع بس أتمنى إن احنا إن شاء الله رب العالمين إن احنا نقفل فوق مستوى ال 5350. ده هيدي دفعة للسوق، لأن أنا ما زلت عند نظرتي التفاؤلية. لو كسرنا مستوى ال 5475 السوق مستهدف 5510 ثم 5650، والمستهدف الكل إن شاء الله في الأجل القصير للسوق مستوى 6030 بإذن الله. نعم، في النهاية الأستاذ محمد جاب الله خبير أسواق المال، أشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفا علينا في راديو مباشر. إلى هنا مستمعين تكون قد انتهت هذه الحلقة من نبض السوق للسوق المصرية، كان معكم فيها محمود ربيعي، وإلى أن نلتقي دمتم في أمان الله ورعايته. الأسعار تتحرك ما بين صعود وهبوط، فتتغير ألوان المؤشرات، كل هذا تابعوه في نبض السوق يوميا على راديو مباشر.